عمرك حسيت إنك مش قادر تبعد عن حد معين حتى لو وجوده في حياتك بيأذيك؟ أو إنك متعلق بحاجة أو عادة ومش قادر تستغني عنها؟ ده شعور بيحصل كتير، وناس كتير بتفتكر إن الشعور ده دليل على الحب والأمان. لكن في الحقيقة ده شعور صعب ممكن يأذي اللي بيحس بيه واللي معاه. طب هو إيه الفرق بين التعلق الصحي والتعلق المرضي؟ وإمتى نقدر نقول إن عندنا مشكلة لازم نحلها؟ ده اللي هنتكلم عنه في حلقتنا النهاردة، ونحاول نفهم أكتر إزاي ممكن نخرج من حالة التعلق الزائد بطريقة صحيحة. أنا متحمسة جدا أبدأ الحلقة وحابة نتناقش في كل تفاصيلها. في البداية برحب بكل مستمعينا في بودكاست مراية، وبرحب معاكم بلايف كوتش أحمد. ازيك يا كوتش؟ حلقتنا النهاردة موضوعها عن التعلق الزايد وازاي ممكن نتعامل معاه بطريقة صحية. جاهز نبدأ؟ أهلا بيك يا كوتش، برحب بيك وبكل مستمعينا في بودكاست مراية. أنا جاهز جدا أبدأ لأن الحلقة دي فعلا مميزة وبتشغل ناس كتير. طب في البداية يا كوتش في سؤال مهم عايزين نوضحه لكل مستمعينا. ازاي نعرف ان التعلق ده طبيعي وامتى يتحول لمشكلة؟ التعلق الطبيعي بيكون في مساحة من الحرية والاستقلالية، بمعنى انك تقدر تعيش حياتك بشكل متزن حتى لو الشخص اللي متعلق بيه مش موجود. اما التعلق المرضي بيبقى فيه اعتماد زايد على الطرف التاني، وان حياتك واقفة على وجود الشخص ده. يعني مثلا ممكن حد ما يعرفش ينام أو يكمل يومه بشكل طبيعي من غير رسالة أو مكالمة من حد معين، وده معناه إنه خرج عن الإحساس الطبيعي ودخلنا في دايرة التعلق الزايد أو التعلق المرضي، واللي ممكن يكون مرتبط بمخاوف داخلية زي الخوف من البعد أو عدم الشعور بالأمان. وهنا في سؤال مهم جدا: إيه الأسباب اللي ممكن توصل حد إنه يتعلق بالشكل ده مع حد تاني؟ في اسباب كتير ممكن توصل حد انه يتعلق بالطرف التاني، تعلق مرضي او زايد. زي مثلا فقدان الشعور بالحب والاهتمام في الطفولة، وفقدان حد مهم في حياة الشخص ده، او ان الواحد يمر بتجارب مؤلمة تخليه يدور على الامان في اي علاقة. يعني أحيانا بيكون السبب متعلق بالحالة النفسية من الطفولة، وممكن بسبب تجارب حياتية ساعدت في تحول مشاعره بالشكل ده. وهنا العلاج مش مجرد قرار، لكن بيحتاج وعي وتغيير في طريقة التفكير. طيب ممكن نوضح لمستمعينا لو حد اكتشف